نسوة تتمشين وتتجاذبن أطراف الأحاديث، وأمواج البحر تضرب أقدامهن الناعمة، وفيهن من تلتقط صورا للذكرى. وأطفال اتخذوا من رمال الشاطئ ملعبا لكرة القدم. أما البقية يسبحون بمتعة، والقاسم المشترك بينهم بحر، رمل، وغروب شمس، توقيت تفضله العديد من العائلات للاستجمام والراحة. كلشي صولي والاخر السوسطه ما كاش بزاف الحركه كما يقولوا، ما كاش الغاشي، ما كاش التقلاق، والدعوه خلوي. ديبون من ذاك نجيبوه حتى ل9، من ذاك حتى ل10. الهروب لشاطئ البحر مساء إلى غاية عتمة الليل راجع إلى رغبة الشباب في السباحة تزامناً مع الغروب، وفيهم من ينهي يوم عمله المتعب هنا. الإنسان الصباح يكون خدام، أنا ما عنديش بزاف من اللي جيت أصلاً، ديجا ريح حتى 10:30 11 هكا نتعشاو برا وندخلوا للدار. وقت المغرب وقت العشاء نسيب راحتي انا طلع مع البحر هكذا، بس كي ما نحبش نعوم في النهار، نهار الهمج الشعب بزاف الغاشي، انا نحب هكذا نكلمي روحي مع البحر، نحب نريح. يقال أن البحر كاتم الأسرار وملهم لأصحاب الفن وعشاق الجيتار، جيتار تنسجم نوتاته الموسيقية مع أنغام أمواج البحر. نحب نجي لهنا البحر نريح هكذا، نشوف مع الجيتار، تعجبني الحال هكذا. يعني كاين واحد يشكي همه البحر هكا مع العشوة كيما أنا هكا، بالراحة نحس عندي متعة في الحياة، نحس باللي راني عايش صح. الكل يبحث عن الهدوء وملاذهم الوحيد البحر في الفترة المسائية، شواطئ تحتضن رمالها كل الناس بصغارهم وكبارهم، فهي عنوان للسكينة والتجدد.